ما تفكريش وما تحلميش انك مهما حققتي في حياتك من نجاحات مستحيل العالم يتقبلك بمنظرك ده. In supporting roles during 1939 to Hattie McDaniel. سنة 1893 بتتولد لنا بنت في أسرة متوسطة أو شبه فقيرة، لأب وأم أو لعيلة كاملة يعني من ذوي البشرة السمراء، هاتي ماكدانيال. بما إننا كنا لسه في زمن العنصرية الفجة، فساعتها باباها كان بيشتغل عبد سابق خدم في الحرب الأهلية الأمريكية، ومامتها كانت مغنية في الكنيسة. رغم الظروف الصعبة اللي كانت بتمر بيها هاتي ماكدانيال، لكن اتغرس جواها من وهي صغيرة حب الفن والغنى، الحلم الكبير اللي فضل يكبر معاها برغم خوفها من المجتمع بإن ذوي البشرة السمراء ملهمش حق في إن هم يعيشوا أو يدخلوا في الحاجات المؤثرة في المجتمع زي الغنى والتمثيل. لكن هي اتحدت كل الظروف وكل القيود ودخلت عالم الفن في بداية القرن العشرين. ابتدت فيه كمغنية صغيرة في فرقة موسيقية مش معروفة قوي، كمان كانت بتحاول تشتغل كوميدية في المسرح والراديو. كان أول ما صناعة السينما دخلت أمريكا ده حمسها قوي إنها تبتدي موهبتها وحبها للتمثيل، عشان يجي في يوم من الأيام أحد الأفلام كان بيتعمل وكان طالب ناس تعمل أوديشن علشان يختاروهم يمثلوا في الفيلم ده. فراحت عشان تعمل أوديشن لدور معين كانت شايفة نفسها فيه. المخرج أثنى جدا على دورها وعلى تمثيلها وشاف إنها موهوبة، بس قال لها انتي ما تنفعيش للدور ده علشان انتي سمرة، لكن احنا ممكن نعرض عليكي دور تاني هيكون مناسب ليكي جدا، ايه رأيك تعملي معانا دور خدامة او طباخة؟ ساعتها هاتي اتضايقت شوية، لكن حاولت ان ده ما يأثرش عليها علشان كانت شايفة ان بداية الحلم اي خطوة. وافقت تعمل ادوار كتير، خادمة او طباخة او عاملة او اي حاجة. رغم ان الادوار بتاعت هاتي كانت ادوار صغيرة، الا انها كانت بتظهر موهبتها الجبارة والناس ابتدت تلاحظها بشكل كبير، وفضلت على نفس النهج ده لحد سنة 1939 بيتعمل فيها فيلم اسمه جون وذ ذا ويند، واللي بتاخد فيه هاتي ماكدانيال دور لواحدة اسمها مامي. ساعتها أدت الدور باحترافية واتقان مش طبيعي، واثرت في كل حد كان بيتفرج على الفيلم ده. وعلى اثره اترشحت هاتي ماكدانيال لجائزة الاوسكارز كأول امرأة امريكية من اصول افريقية تترشح لجائزة بالحجم ده. طبعا انت مع النجاح الكبير اللي بتحققه هاتي ماكدانيال طول حياتها هتفتكر بان العنصرية ابتدت تخف عليها شوية، او حتى ان الناس تبتدي تديها تقديرها في المجتمع. لكن العكس كان بيحصل، ان حتى في اليوم اللي المفروض هتتكرم فيه وتاخد جائزة الاوسكارز كانت مجبرة تقعد في اخر القاعة خالص، ومش مسموح لها تقعد على نفس الترابيزة لصناع العمل. يعني كل صناع العمل بتوع جون وذ ذا ويند كانوا قاعدين على ترابيزة في أول القاعة وهي مش مسموح لها تقعد معاهم، وده طبعا بسبب قانون فصل العنصري. المشكلة ان الفيلم ده بالذات برغم ان هو جاب الأوسكارز لهاتي ماكدانيال، لكن كان عليه لغط كبير قوي، لأن الفيلم بيعرض الصورة النمطية لذوي البشرة السمراء لكن بشكل مستفز، بيبينهم انهم مبسوطين بكونهم عبيد او خدامين عند ذوي البشرة البيضاء. ده اللي خلى كتير من الامريكان وخصوصا ذوي البشرة السمراء يكرهوا الفيلم شوية ويقولوا انه بيقلل من نضالهم اصلا تجاه العنصرية. عشان كده هاتي ماكدانيال بتتعرض لهجوم كبير جدا من منظمة كان اسمها NAACP، الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين يعني، واللي شافوا انها بترسخ صورة سلبية عن السود، انها دايما بتقبل بادوار الخدم والعبيد في اعمالها، واللي من وجهة نظرهم ده اكيد بيثبت نظرية البيض. لكن ساعتها هاتي كان عندها رد قوي وحاسم على كل الانتقادات، وطلعت قالت كده نصا في احد اللقاءات يعني I'd rather make $7,000 a week playing a maid than earn $7 a week being one. يعني أنا أكيد أفضل إن أنا أكسب حوالي $7,000 في الأسبوع وأنا بمثل كخادمة، كوني ممكن أقبض $7 في الأسبوع وأنا أصلا خادمة بالفعل. بعد ما فازت هاتي بالأوسكارز كملت في نفس الأدوار، لكنها كانت دايما بتفضل تدافع عن حقوق السود، وكانت من أوائل الفنانين اللي كسروا حواجز اللون في هوليوود، وساعدت فنانين كتير جدا من ذوي البشرة السمراء إنهم يبتدوا مشوارهم الفني. بعد سنين كتير من النجاحات اللي بتقدمها هاتي سواء لنفسها أو للمجتمع، تتوفى سنة 1952 وهي عندها 59 سنة بسبب سرطان الثدي. بعد ما ماتت
ماتت لقوا في وصيتها انها كانت عايزة تندفن في هوليوود سيمتري، بس طبعا رفضوا بسبب نفس قوانين الفصل العنصري اللي ساعتها لسه ما كانوش تخلصوا منها. بعد فترة كبيرة جدا من ان السود ياخدوا حقوقهم في المجتمع، عمل لها نصب تذكار عبارة عن حجر رخام كبير محطوط عليه صورتها وتحته اهم الاعمال اللي عملتها واللي اتعمل سنة 1999. هاتي ماكدانيال تعتبر قصة من اهم القصص نضال المرأة علشان تنتصر لحقوقها في المجتمع. اثبتت لنا ان مفيش فرق ما بين البني ادم باختلاف اجناسه او لونه او عرقه او اي حاجة بتميزه، ان الانسان الحاجة الوحيدة اللي بتميزه هي قيمته في المجتمع واللي بيعملها لنفسه مش اللي بياخدها من الناس. Academy of Motion Picture Arts and Science, fellow members of the motion picture industry and honored guests. This is one of the happiest moments of my life. And I want to thank each one of you who had a part in selecting me for one of the awards. For your kindness, it has made me feel very, very humble. And I shall always hold it as a beacon for anything that I may be able to do in the future. I sincerely hope I shall always be a credit to my race and to the motion picture industry. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you.